اول امبارح قلت خبر كده على احمد جمعه في النادي المصري ان الزمالك عايزه وان اللاعب وقع لنادي الزمالك، فنعرف برضو منه التفاصيل. وقلت برضو عشان الناس في بورسعيد بتزعل قوي في الحاجات دي، قلت ان النادي المصري الولد متعاقد مع النادي المصري ولسه ليه موسمين في عقده، فالنادي المصري هو اللي ليه الحق ان هو يوافق ما يوافقش، ولسه بدري على الكلام ده في الموسم القادم. الدنيا اتقلبت في بورسعيد وزعلوا مني مع اني معاهم يعني على طول. ازيك يا استاذ عدنان؟ اهلا وسهلا كابتن كريم. ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ ربنا يبارك في حضرتك يا رب. كله تمام؟ ربنا يخلي حضرتك. الله يخليك. المصري حديد وما شاء الله يعني كده في افريقيا يكسر الدنيا. ربنا يبارك في حضرتك. كلنا مع النادي المصري وانت عارف يعني. طبعا يا فندم، ربنا يعز حضرتك يا رب. الله يخليك. خلينا بقى نتكلم في القصه، عشان انا اول امبارح جالي معلومه كده من داخل نادي الزمالك على فكره، مش من عندكم، ان احمد جمعه الزمالك عايزينه وان هو يعني هيبداوا يتفاوضوا معاكم في نهايه الموسم ان هو ينتقل لنادي الزمالك. وكانوا وزعلوا بقى. جالي مكالمات من بورسعيد، انت عارف هناك ما حد بيقول حاجه على لعيبه المصري الدنيا بتتقلب. بالظبط. فعايز اعرف القصه ايه. وانا عارف احمد جمعه على فكره برضو يعني كلمني من خلال مراسلنا احمد وجيه وقال لي يا كابتن كريم انا ما وقعتش وانا حابب النادي المصري وعايز اكمل، لازم برضه اقول يعني كل التفاصيل. لا، هو كان جاله عرض من نادي الزمالك، او كانوا يتناقشوا معانا او اتكلموا معانا في يناير. ايوه، مع المستشار مرتضى منصور، وقالوا لكم نديكوا احمد جعفر ومش عارف ايه لا، ما كانش في كلام عن يدونا حد. هو سياده المستشار معانا يعني اللي احنا بنعوزه عمره ما اخر عننا حاجه. تمام، ده للحقيقه يعني. تمام. ولكن انت حضرتك شايف انا ما عنديش فراوده. يعني انا حتى جايب محمد الشامي اعاره من نادي انبي. ايوه صح. ما عنديش عندكم هيرمان قواو، ويعني انتوا محتاجين حد اقوى من كده شويه. بالظبط. وبعدين انا بنلعب في 3 بطولات، حضرتك عارف ان بنلعب في الدوري وفي الكاس وفي الكونفدراليه. ايوه. فانا ما عنديش حد اللي انا اطلعه او ان انا افكر ان انا ابيعه خالص دلوقتي في الفتره الحاليه. وانت عارف حضرتك ان احنا اخر كل سيزون او اخر سيزون بنقعد مع الجهاز الفني المحترم اللي عندنا وبنتكلم معاه اذا كان لعيب يقدر يستغنى عنه او ما يقدرش يستغنى عنه. تمام. فلكن احمد جمعه مجدد معانا، ساله في عقده 2 سنين. وهو لعيب محترم بصراحه يعني. ومفيش اي نيه لبيع حد دلوقتي خالص. انا مركزين تركيز تام في البطولات اللي احنا بنلعبها دلوقتي، وطمعانين في ربنا ان هو يكلم تعبنا كلنا ببطوله السنه دي. يعني مفيش عندنا حد زائد او حد بستغنى عنه في الفتره الحاليه خالص. مفيش حاجه من دي خالص. خالص. فالموضوع مقفول نهائيا دلوقتي خالص، حتى ان احنا نتناقش فيه. ما فيش عندك مجال انك انت تطلع حد وانت في احوج الحاجه لكل لاعب من اللعيبه اللي موجوده. وحضرتك عارف ان في لعيبه فسخنا معاها وفي لعيبه طلعناها اعراض. فعندي المجال لحاجه زي كده دلوقتي خالص. اكيد. طيب يعني بصين ازاي لمباراه جوليبا المباراه القادمه في الكونفدراليه امام مالي؟ والله احنا بنفكر في كل ماتش في ماتشه. واحنا عندنا مباراه بكره مع الشرقيه ان شاء الله. والجهاز الفني مركز تركيز تام، اللاعبين مركزين تركيز تام، قافلين عليهم في معسكر دلوقتي هم برج العرب. وكل مباراه بناخدها على حده، والجهاز الفني اكيد بيذاكر اي فرقه بيلاعبها قبل منها. عندنا مدير اداري قوي جدا، اي حاجه اول باول على طول. كابتن حسام مركز تركيز تام، هو كابتن ابراهيم، جهاز المعاون بالكامل. ويمكن ده بان، وانا قلت لحضرتك يمكن في مكالمه في اول الدوري خالص، يمكن كان بعد سلسله تعادلات او هزائم، قلت لحضرتك ان شاء الله باذن الله المصري السنه دي في المربع الذهبي زي السنه اللي فاتت. ويمكن كان كلامي غريب على بعض الناس، ولكن انا عارف ان ربنا سبحانه وتعالى جميل وعدل وبيكلل تعبنا، لان احنا بنتعب قوي والجهاز الفني بيتعب قوي واللاعبين بيتعبوا قوي، ما بيشوفوش اهاليهم. المباراه اللي فاتت خلصت، اللي هي المباراه بتاعت دور ال 64 اللي كانت بتلعب في الاسماعيليه. ثاني يوم كان الفرقه داخله معسكر في بورسعيد، مفيش فتره راحه نهائيا. وربنا سبحانه وتعالى جميل وعدل، واحنا ان شاء الله طمعانين في ربنا ان ربنا يكلل تعبنا ان شاء الله بحاجه كويسه باذن الله. ان شاء الله بالتوفيق للنادي المصري. بس خلي بالك ان السنه اللي فاتت كنت برضو قلت خبر كده على محمد مجدي، فاكر؟ تمام. وفي نص الموسم قلت محمد مجدي هيروح الزمالك ومش عارف ايه، وكلمني محمد مجدي ساعتها وكلمتني بورسعيد كلها، وانت بتعمل كده ليه؟ انت عايز توقع قلت له يا جماعه جالي خبر. انا على فكره انا ما بقول معلومه
الناس بتفتكر ساعات ان انا مثلا عايز اوقع المصري ولا عايز انا بقول معلومه. لا 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 خالص. بص وبعديها محمد مجدي فعلا راح النادي المصري، راح الزمالك. كابتن كريم بص يا كابتن كريم، احنا اداره محترمه ومحترفه. تمام. النهارده المجال الرياضي هو مجال بيزنس. تمام. اولا واخيرا بيزنس. صح. بس فعند حضرتك النهارده ستوبر جالك فيه مبلغ احنا شايفين اللي هو مبلغ محترم جدا 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 في ستوبر. فاهمني حضرتك؟ أيوة. والجهاز الفني عرضنا عليه لستة اسامي اختار منها حد من نادي الزمالك. فبالتالي انا ما ببصش غير لمصلحه المكان اللي انا فيه. ما ببصش غير في مصلحه المكان، احنا شغالين في العمل العام ممكن بكره مش موجودين. فما عندناش استعداد ان احنا نخسر نفسنا قبل ما نخسر اي حد. اللي احنا بنشتغل في مجال احترافي، لاعب ستوبر دفع فيه مبلغ محترم 6 مليون او 5 مليون وشويه او 6 مليون، واحنا شفنا ده مبلغ كويس فيه وشفنا فيه بدايل. النهارده احمد ايمن منصور النهارده بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، مستوى محترم جدا جدا جدا. ويمكن كمان من الاسباب اللي ربنا اكرمنا في ماتش الذهاب كان احمد ايمن منصور كان فوق الهايل. ايوه. فاحنا عارفين احتياجاتنا وعارفين ايه اللي احنا محتاجينه، وطبعا كل حاجه بتبقى في المناقشه مع الجهاز الفني. انت احتياجاتك ايه؟ انت عايز ايه؟ ده ينفع ولا ده ما ينفعش؟ طب ما انا جالي عروض للاعبين السنه اللي فاتت من موجودين معايا السنه اللي فاتت موجودين معايا السنه دي، جالي عروض للبيع وعروض محترمه وجدا. ولكن انا النهارده شفت ان الفرقه او الجهاز الفني اولا شاف ان الفرقه محتاجه العناصر دي، فما اقدرش استغنى عنها. فهي احتياجات بس مش اكتر. ده انا محتاجه، ده انا مش محتاجه، ده انا عندي البديل بتاعه، ده انا ممكن اوفر البديل بتاعه. بس كده يعني اولوياتك ايه وبتشتغل على الاساس ده. لكن انا بقول لحضرتك في الفتره الحاليه ما فيش نيه لاي بيع اي حد خالص من العناصر الموجوده عندي، لان انا ما اقدرش اطلع لاعب عن تركيزه. وما اقدرش اخرج لاعب يقول لك ده انا الموسم الجاي والسنه الجايه وهروح وهاجي وهتباع وبارقام وكده خرج بره تركيزه، يبقى انا ضيعت الدنيا حوالين مني. صح. بس فالموضوع مقفول في الفتره الحاليه نهائيا ان شاء الله. اكيد. انا بشكرك استاذ عدنان حلبيه. طبعا انا بس اخيرا ربنا يبارك في حضرتك، حابب بس يعني ادعي ربنا سبحانه وتعالى انه يخرج بورسعيد من الغمه اللي هم فيها الوقت، اللي احنا فيها كلنا دلوقتي، وربنا كده يرحمنا ويسترها علينا وعلى اولادنا وعلى الولاد اللي كان صدر عليهم القضيه، وربنا سبحانه وتعالى يفرجها ويحلها من عنده ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا استاذ عدنان حلبيه. عدنان حلبيه عضو مجلس اداره النادي المصري. سريعا كده نقول عناوين سريعه عشان نستقبل كابتن سامي الشيشيني وكابتن شادي محمد. عايز اقول لكم ان نادي ليفربول الانجليزي مهتم جدا بضم تريزيجيه، محمود حسن تريزيجيه لاعب اندرلخت، ومتابعينه هم بقى لهم فتره هناك في انجلترا في نادي ليفربول، وتابعوه كمان في بطوله افريقيا، وتالق تريزيجيه مع منتخب مصر. نتمنى والله ان تريزيجيه يعني يكون في ليفربول، تبقى حاجه رائعه جدا. وانا شايف ان اللعيبه المصريين بداوا يعني يكون ليهم اماكن في انديه كبيره في العالم. النهارده عيد ميلاد احمد حسام ميدو، والاتحاد الدولي او الاتحاد الافريقي، موقع الاتحاد الافريقي احتفل على السوشيال ميديا او من خلال الانترنت على عيد ميلاد احمد حسام ميدو. والنهارده ميدو هيلعب مع الاهلي، هنشوف بقى هيقضي ليله سعيده، هيعمل نتيجه ايجابيه ولا ليله حزينه، يعني ممكن يخسر من الاهلي او يكسب الاهلي. هنشوف النهارده ايه اللي هيحصل. خلينا نروح للزمالك. كابتن محمد حلمي بيفكر في ضم علي فتحي لقائمه مباراه التعدين، بس هيشوف هل حالته الفنيه والبدنيه هتسمح لكده ولا لا. كمان في استياء في نادي الزمالك من هاني زاده بسبب خساره جميع الملفات القضائيه اللي هي في المحكمه الدوليه الرياضيه. كل الحاجات دي او معظمها الزمالك بيخسرها، وكان اخرها موضوع محمود فتح الله، وان محمود فتح الله يستحق 6 مليون و600 الف جنيه، ومفروض في جلسه خلال ساعات من المسؤولين في نادي الزمالك مع محمود فتح الله عشان يحلوا الازمه دي، ان رقم كبير طبعا. وكنت اتمنى من البدايه ان الزمالك يحل ودي مع محمود فتح الله زي ما عمل مع عبد الواحد السيد ومع احمد سمير وبقيه اللعيبه اللي كان ليها فلوس في الزمالك. محمد مجدي مدافع الزمالك بينتظر تاشيره السفر المانيا عشان يسافر ويشوف ايه قصه الاصابات الكتير اللي عنده ويتعالج ويرجع